السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معايا في فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو لو اول مرة تدخلي قناتي، انا ام جنى ودي قناتي يوميات ام جنى. بقدم روتينات وبقدم طبخ، بقدم محتويات مختلفة ان شاء الله مستقبلا، يعني بعد الروتينات لما القناة تكبر قدام شوية. لو انتي اول مرة تخشي قناتي وعجبك الفيديو، ما تنسيش اللايك واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. النهارده هنعمل بقى ايه الروتين في مدخل البيت على طول، دي حته قدام باب البيت. قبل ما اقول لكم هنعمل ايه، ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام وحطي اللايك، اوعي تنسي تحطي اللايك. بصوا بقى كده، ده السلم اللي بيودي على بيتي، انا في الدور الارضي. زي ما انتم شايفين الهوا مبهدل الدنيا تراب. في تراب وفي كركبه، المكان عايز يتنضف. وكمان الشتاء جاي بقى، نبتدي نستعمل الفرن بقى ونخبز بقى والحاجات دي. الشتاء بيحب الدفا ويحب الخبيز ويحب البيت يبقى مليان خير. ده الشكار دي شكار دقيق. بابايا جايبها لي. احنا فلاحين وبنطحن القمح بنعمله دقيق. جايبين لي شكارتين دقيق مختلف يعني عن بعضه، ودرجة أولى وزيرو وكده يعني. ودقيق ذرة ورده. قالت لي لو حبيتي تعملي اي حاجه في اي وقت تبقى كل حاجه موجوده عندك. حماتي بقى ربنا يخليها لي يا رب ويديها الصحه، ما يحرمنيش منها. دايما البيت دايما بيتها فيه خير ويكون عامر يا رب. كل ما بيكون عندها اي حاجه بتديني وبتدي سلايفي اللي هو يعني جوزي واخواته. ما بتخليهمش محتاجين اي حاجه، ولا هم ولا اولادنا ولا اولادنا يعني برضو. جابت لي بقى الدقيق دون. فانا طبعا عندي الفرن زي ما انتم شايفين، انا بخبز فيه، كنت منزله لكم روتين خبيز قبل كده. عندي بقى طبعا شويه كركبه كده تحت الفرن. زي ما انتم شايفين كده، ده المنقد اللي بنولع فيه لو هنشوي ذره او هنشوي فراخ او بردانين وبنتدفى. ودي انبوبه البوتاجاز. طبعا في مرايات، في حاجات مركونه مش محتاجاها في الشقه وعامله لي كركبه. وفي نفس الوقت ايه، مش هستغنى عنها، محتاجاها قريب يعني. وطبعا بقى هشيل الفرن كده وانضف مكانه، عشان الفرن والدنيا مبهدله تراب، لان دي كانها في الشارع بالظبط. البوابه طبعا مش متقفله قوي، اللي هو مثلا فايبر او حاجه، فطبعا مفتحه فبتدخل تراب. واي هواء بيكون جاي بيملى السلم تراب والمدخل، لان طبعا السلم مش معمول رخام، فطبعا الايه التراب والاسمنت والحاجات اللي عليه دي بقى سهل ان هي ايه تروح على السيراميك وبتبان فيه قوي يعني. طبعا كان في هنا قياسين برده كمان، هم التراب بهدلهم. عايزه اقول لكم، كانوا مغسولين بس للاسف ما عرفتش اعينهم في مكان، يعني انا قلت مش هيتبهدلوا صراحه. طبعا الهواء قايم اليومين دول بقى كده عشان الشتاء، فالتراب بهدل الدنيا. فقلت بقى ايه، ابتدي ان احنا ايه ننظف الدنيا كده، عشان لو حبيت ان انا اخبز يكون المكان نظيف. محتاج مثلا تلميعه خفيفه او كنسه او حاجه على بسيط يعني، لكن المكان بالمنظر ده الصراحه لا ينفع خبيز ولا ينفع فيه، ما يفتحش النفس على اي حاجه. وبعدين ده مدخل بيت يعني، ما ينفعش ان هو يتبهدل بالطريقه دي. طبعا زي ما انتم شفتوا في تراب كده في جنب على الجنب اليمين الناحيه دي كده قدام باب الشقه. ده انا اصلا كنت بكنس الشقه كده وعامله فيها روتين ومطلعه ايه تراب ومطلعه حاجات، فهي مركونه على جنب. ده طبعا توم وبصل وحاجات كانت متخزنه ناحيه تحت، وطبعا برضو مخزنه بطاطس ومخزنه حاجات كتير، اللي هي ايه منها تبقى براحتها كده في الهواء، ما تبصش، وفي نفس الوقت ايه ما تلمش مثلا ناموس او اي حاجه عندي في الشقه. وفي نفس الوقت كمان يعني ايه برضو ده مكان ينفع ان انا اخزن فيه، ينفع ان انا احط فيه، بس طبعا ما يبقاش ايه متبهدل كده. طبعا برضو ده قصب، بس للاسف نشف يعني، قعد عندي فتره. الولاد جابوه نسيوه، جدهم كان جايبه لهم من الغيط، عشان احنا طبعا فلاحين وكده، من قريه من ارياف. فطبعا حماية ربنا هيديله الصحة يا رب، بيزرع كل حاجة، عنده قصب وعنده كرنب وعنده ملوخية، عنده حاجات كتير قوي على حسب الموسم بقى هو زارع فيه ايه. غير طبعا كمان بقى القمح والذرة، الحاجات العادية اللي بيزرعوها. وشجر فاكهة وكده يعني. ان شاء الله نبقى نعمل لكم روتين كده في الغيطان، الزرع والحاجات دي في الأرض الزراعية، ننزلكم معانا مرة كده. هنا بقى كده ابتديت ان أنا الم كل حاجه، شلت لو في ازاز شلته، في قصب برضو كان على الارض، في كراتين، في ازاز، في قطع رخام باقيه من الرخام بتاع الصاله بتاع المطبخ عندي. ابتديت ان انا الم اي حاجه انا مش عايزاها. طبعا طلعت الانبوبه، طلعت اللي انا عايزاه واللي انا مش عايزاه. اللي انا مش عايزاه طبعا لو زي قصب وحاجات من دي هتترمي. لو قطعه رخام قطعه ازاز مش محتاجاها مثلا دلوقتي هتتنقل لمكان تاني. ولو حاجه بقى زي الفرن هتتنضف وترجع بقى طبعا، لان هي اساس المكان. بصوا بقى الفرن هنا عامل ايه في الحيطه، مكان الدخان ده او ايوه الهباب ده، ده طالع من ظهر الفرن.
ده عشان احنا مقربين الايه الفرن قوي ان شاء الله. اما احطه مش هقرب الفرن قوي بقى تاني من الحيطه، لان مش واخده بالي ان هو ممكن يعمل كده. تمام. ابتديت بقى انا انضف الوزر كده، ومشيت برضو المقشه على الحيطان، فيها تراب فيها عنكبوت. طبعا جودي كانت جايه عشان تخليني ايه اجيب لها كرتون يعني على التلفزيون وكده، فقلت لها روحي عشان هنا التراب صراحه كتم قلبي. ترابه ناعمه خالص اللي هو ايه جايه من الهوا، الهوا مطيرها، مش تراب مثلا حاجه متربه المكان او بتكنسي عليه بتبهدليه كده، لا، ترابه جايه من الهوا. فالترابه دي بتبقى ناعمه قوي، بتكتم القلب كده. فابتديت بقى ان انا اشد كده واحده واحده. معلش بقى لو التراب بهدل الدنيا وبوظ الكاميرا خلى الدنيا مش واضحه قوي. انا كنت كل شويه والله بمسحها كده بحيث ان هي ايه لو الصوره مش واضحه قوي او حاجه. كده بقى هنا حطيت لكم الكاميرا تحت السلم نفسه. ابتديت ان انا اشد ايه، انا هنا بصوا لو لاحظتوا ان انا عامله بلاعه في المدخل، وعامله يعني صفايه كده للميه، لو في اي ميه في المدخل تروح عليها، وعامله فوقها حنفيه بحيث ان هي تساعدني لو بعمل اي حاجه بره ومحتاجه ميه ما اضطرش ان انا ادخل جوه. بصراحه يا جماعه البلاعه دي كان الهدف الاساسي منها ان لو في مطره نازله من المكان اللي انا واقفه فيه بالظبط ده كده، المطره في الشتاء بتنزل فيه، فاللي هو ايه لو جمعت شويه او حاجه في ميل بقى ناحيه البلاعه كده، لو في اي ميه تنزل عليها. تمام. انا كمان ما عنديش بلكونه، فبنشر السجاد بتاعي على السلم على السور ده بالظبط كده، فبيبقى هنا مكان الحته السيراميك دي، فاي ميه بتبقى نازله منها صراحه بتروح على الحته دي برضو. فقلت ان ايه الهدف من البلاعه ان هي ايه تسحب الميه بتاعت الشتاء، ميه سجاده مركونه حاجات من كده. وفي نفس الوقت بقى ايه قلت اعمل حنفيه. الحنفيه دي في ظهرها على طول الصرف بتاع الغسالة اللي في الحمام جنب البانيو على طول، فواخدة منه حنفية. قلت استغل ايه ان الحتة دي يبقى فيها حنفية، لو حبيت اغسل سجادة، حبيت مثلا حتى بعجن او بعمل او كده عجين ولا حاجة وبغسل، عايزة اغسل ايديا، عايزة اعمل اي حاجة، حصل اي حاجة واضطريت ان انا اخد شوية مية احط حتى فيها خرطوم زي ده ورش السلم، اعمل اي حاجة. فقلت ان انا مش هتخسر معايا في يوم من الايام، والصراحة انا كان عندي حق. لان نفعتني جدا، وانتوا هتشوفوا دلوقتي في الفيديو ان انا كنت ايه قد ايه محتاجه ميه، وان انا لو مش عندي ميه ما كنتش هقدر اعمل كل الحاجات اللي انا عملتها. بصوا كده ابتديت ان انا ايه انضف السلم اللي طالع والسلم اللي نازل، يعني السلم اللي طالع فوق الشقه اللي فوقي والسلم اللي نازل نفس النظام كمان، ابتديت ان انا اعمله كده بالمقشه. واللي نازل تحت بقى طبعا بيطلع على شقتي، فده انا مضطر اعمله، ماليش دعوه بقى باللي فوق، بس انا بعمل ايه من باب اللي هو ايه لو حد نضفه اصلا هينزل عليا انا يعني، فقلت ان انا اعمله اللي يجي يعمل يلاقيه نضيف فما يبهدليش انا الدنيا. ده اولا. ثانيا انا لما بحب اعمل فبعمل اصلا كل حاجه وبعمل ايه بذمه يعني. ابتديت بقى ان انا انضفها، والجزء اللي تحت او السور اللي تحت انا ابتديت عملته برده بفوطه مبلوله كده ونضفته بتاعي. هتشوفوا برده دلوقتي معانا في الفيديو. هنا بقى ايه ابتديت ان انا احط ميه ابوش الارض لو في طينه في بقع في حاجات كده، وابتديت ان انا ايه احط على الحيطان لان الحيطان كان عليها تراب، الوزر بتاع السيراميك اللي تحت دون برده حطيت فيه، وحطيت على الارض بقى ايه اريال، وابتديت ان انا ادعك بالمقشه. الحته اللي تحت السلم دي طبعا يا جماعه السلم نفسه نازل على تحت كده، فمش هعرف ايه الحته دي ان انا اطولها، فلو ما كانش بالمقشه كده والمساحه ما كنتش هطول الحته دي ابدا. تمام. في الركن اللي هناك ده في شويه تراب، كل ما اجي اطلعهم بميه اطلعهم باي حاجه مش عايزين يطلعوا، صدرت فيهم الخرطوم برده، تنيتني وراهم لحد ما ايه ما طلعوا، هم اللي كانوا عاملين الطينه اللي في الارض دي. وفي بقع زي دي مثلا دي صدى من الانبوبه، تنيتني وراها لحد ما طلعتها، ما دعكت بالفرشه بس كده او بالمقشه ما نطفتش، اضطريت ان انا احط ايدي كده على الريش بتاع الفرشه وادعك لقيتها ايه لحد ما طلعت. تمام. في حتت برده ما كانتش محتاجه المقشه يعني، بس قلت برده ايه ندي دعكه رايقه كده عشان كمان الوزر بتاع السيراميك محتاج يتنضف في الدايك حلو كده، اتحط عليه شويه ميه يروح جايين شايلين كل اللي فيه. ابتديت بقى ان انا كده كده خلصت الارض، دعكتها كلها ما خليتش حاجه، حتى الحيطان كنت بدعكها كمان بايه الحته اللي ايدي طولها بالفرشه كده، واروح جايه بعد كده حاطه عليها ميه وشد. بصوا بقى انا ابتديت ان انا ايه اشد هنا في الحته دي، جبت كده الحته اللي قدام باب الشقه عند السلم. انا للاسف لما خدت الخرطوم في الحته دي كده وقع شويه ميه بره، غير كده ما كانش هيوصل ميه ابدا بره، لان عندي البلاعه صراحه السباك اللي عامل لي السيراميك الله يبارك له، انا فضلت ادعي له طول النهار صراحه، كل ما ارمي ميه ببص الاقيها رايحه على البلاعه لوحدها. بصوا انتم ملاحظين اهو، يعني انا بشد من غير ما اشد الميه رايحه فين، راح على البلاعه، فلما هي اصلا من غير مثلا ما اشد هي هتوصل لوحدها. برمي ميه ما بتروحش ناحيه بره، دي اهم حاجه ان هي انت مثلا ما ارميش. انا كنت خايفه ارمي ميه والخرطوم معايا الميه تدخل الشقه من جوه، حتى لما عينت الدقيق لحد ما اخلص يعني عينته في الشقه جوه، وبعدين عينته في نص الصاله، خفت لحسن الميه تدخل من جنب باب الشقه في الصاله فبهدل الدنيا. لكن لقيت ان هي اصلا الميه مطرح ما بحط ميه بيبقى موجود ميه، وبعد كده بتروح كده مسحوبه رايحه ايه على البلاعه. تمام. ابتديت بقى ان انا احط ميه نظيفه شديت كل التراب، نضفت بالاريال ودعكت حلو كده المدخل بقى بيلمع.
هنا بقى دعكت البلاعه لان كان بقى لها كتير ما اتفتحتش. انا اصلا اول ما فتحت الميه خالص حطيت فيها شويه ميه كويسين، علشان لو عامله ريحه او فيها اي حاجه او حاجه فيها ناشفه او كده ايه بتستلك برضو. تمام. ابتديت بقى ان انا اشد زي ما انتم شايفين كده. الميه كانت بتمشي معايا بسهوله جدا. الخرطوم كنت برفعه على الحنفيه واشد الميه. هنا كده شديت كل الميه، قلت بقى ايه استغل المساحه الواسعه اللي هنا دي والبلاعه والحنفيه وايه، واستغل واغسل ايه السجاده بتاعه المطبخ. صراحه ما كانتش نظيفه خالص. كانت مضايقاني، شكلها مش نظيف ابدا يعني. يمكن هنا بس الاضاءه بتاعه الاضاءه عشان انا قايده لمبه فوق المساحه كده على طول اللي هي جنب الحنفيه، وقايده لمبه المدخل نفسها اللي قدام باب الشقه، والنور بتاع الموبايل والنور بتاع الرينج لايت. فالنور الاضاءه الكتيره مبينه الحاجه ان هي نظيفه قوي، مش باين البقع اللي فيها الا لو صورت من قريب او كان السطوع بتاع الموبايل ايه قليل شويه. هنا بقى حطيت كلوروكس وحطيت اريال، وزودت بقى كده بالميه عشان خاطر ايه تبتدي ترغي معايا بسهوله. وفضلت ادعك بقى ما خليتش حته. لقيتها بتنضف معايا، والحته لما بتنضفش افضل ادعك فيها كويس قوي. انا عايزه اقول لكم السجاد في الحمام مش ضيق، وكنت بغسله كل حاجه. بس الصراحه بعد ما غسلت في المدخل اتضح لي ان السجاد في المدخل في الحمام كان بيضايقني جدا. لان كنت ما كانتش بتبقى مفروده كلها كده. كانت بتاخد معايا وقت، تفردي نصها او ربعها وترجعي تتني وتفردي وبتاع، وبتشطفي وتشدي الميه بالمساحه وحوار. انا عايزه اقول لكم ان الميه هنا ما كانتش محتاجه ان انا اشدها خالص بالمساحه. انا كنت بحط زي ما انتم شايفين كده الاريا البعيد خالص عن انا بزقه اهو، بزقه بالفرشه بيطلع بره المساحه هنا، بص الاقيه رايح عند البلاعه تاني نازل هناك اهو. فانا الموضوع ده كان بسيطني جدا. اي ميه كنت بنزلها على السكاده كانت ما شاء الله بتروح على هناك. اللهم بارك يا رب. السباك اللي عامل الشغل الله يبارك له، انا فضلت ادعي له جدا في اليوم ده، دعيت له كتير. صراحه ما تعبتش. بصوا الشطف، انا كنت بقى احط شويه ميه وارجع اشد بالمساحه الاريال وارجع اشد واحط ميه واشد واحط ميه كنت بشطف بتاع 60 مره ولا حاجه. دلوقتي بقى لا، هي منها لنفسها عامله زي ما تكون عارفه انت لما تكوني في مغسله العربيات. في الصاله عملت السجاده قبل كده بتاعت الصاله معاكم في الروتين بتاع الصاله. برضو كنت بحط الميه واشد لان الميل ما كانش قوي، لان الميل ايه هي في الصاله والميل عند الطرقه قدام باب الحمام، فبرضو لازم تشدي الميه للميل عشان ايه ينزل بيها للحمام. هنا بقى طبعا انا خلاص انا واقفه اصلا عند البلاعه على طول، فالميه اللي بتنزل فيها على طول. انما المساء الصاله بتبقى بعيده شويه عن الحمام، فالميل ايه مش قوي زي هنا. هنا الميل ما شاء الله معلي من عند باب الشقه عشان خاطر ما فيش الميه تدخل لو في مطر او حاجه، وفي نفس الوقت موطي من عند البلاعه، فعامل لي شغل حلو قوي الله ينور. انا كنت مأكده قوي على موضوع الميل ده في البلاعات بالذات، الحمام في المطبخ في هنا برضه عندي المطبخ لو رميت شويه ميه في الاركان كلهم لازم توصل للبلاعه. فما شاء الله عامل شغل حلو. انا كان ناقصني يا جدعان البلاعه في الصاله والله. انا عامله بلاعه في كل حته، عامله بلاعات في الحمامتين في الحمامين وفي المدخل وفي المطبخ. فاضل ايه بقى الصاله والاوضتين. بس طبعا المطبخ بيخدم اوضه الاطفال، والحمام بتاع الماستر روم بيخدم طبعا الاوضه اوضه النوم. والصاله كده كده بشد بايه بودع الطرق، او لو حاجه طلعت بتروح على البلاعه برضو الايه اللي بره دي. تمام. انا هنا كده خلصت السجاده دي. عايزه اقول لكم ما خدتش مني وقت خالص. زي ما انتم شايفين في الغسيل لا بتشيلي ولا بتتني ولا بتعملي الفرشه مشيت عليها كلها مره واحده. والشطيف برضو كان نفس النظام، ولما لميتها برضو حطيت عليها شويه ميه فنطفت. عايزه اقول لكم القياس ده ما خدش مني اي وقت ولا بص. هو كان المفروض ان هو فيه شويه تراب بس من الركنه، لكن هو اصلا نظيف ولا بقع ولا كان فيه اي حاجه نشيت فرش اصلا. تمام. آم، ما خدش مني وقت. حطيت عليه برضو شويه اريال، ما رضيتش بقى احط كلوروكس ورغاوي وحوار، هي مش مستاهله. برضو ما رضيتش افرشه كله، قلت افرشه على مرتين بس، هو كان عادي يتفرش يعني. قلت انا كده كده ايه هاتني عشان اغسل الناحيه التانية الظهر، مش زي السجاد بقى. السجاد عادي ممكن ما تغسلوش. بصوا هنا الظهر تراب بقى، الحته دي اللي كانت اصلا بره وعليها تراب. ابتديت بقى ان انا واحده واحده كده اغسل الوش واغسل الظهر، اغسل الوش واغسل الظهر لحد بصوا ما خدش مني اصلا. على فكره انا بحب القياس قوي اكتر من السجاد، لان هو بيتشال بسهوله، بيتغسل بسهوله، خفيف، لا يقطم ظهرك ولا حتى وهو مبلول ما فيهوش ميه. وممكن كمان بفوطه مبلوله بينضف ماشي، حتى لو مشيت عليه شرشوبه. وحتى لو اريال ما الاريال ما بيمسكش فيه قوي زي السجاده، بينضف يعني بينضف بسهوله، وفي نفس الوقت بيشطف اسهل. تمام. فاللي هو ايه انا من نوع المحبين القياس ده، لو نفسي افرشه صيف شتاء يعني، نفسي يوحدوا الفرش ويخلي الفرش كله ايه قياسه زي دي. ابتديت بقى ان انا ايه اغسله. ده ممكن احتاج احطه مثلا في صاله في اوضه في حاجه. قلت برضه لو احتاجته يكون نظيف.
لان ايه، انا بقى غاسله فرش الصاله وعيناه، وغاسله ايه السجاد برضو وعيناه، ومحتاجه ان انا افرش حاجه زي القياس ده مثلا. ولو هاجي اقعد ولا حاجه هحط فرشه الاكل، لو هياكلوا او هيبهدلوا او يعملوا اي حاجه، فلو برضو مفيش حاجه تتبهدل غير لما احط السجاد. عندي مناسبه يعني قريب ومستنيه ان انا افرش فيها السجاد وافرش فيها الحاجات دي ان شاء الله تبقى تعرفوها معايا يعني. فقلت ايه، انا بقى مره واحده واحده كده بغسل ايه حاجات، اغسل ايه، اغسل سجاد، اغسل ستاير، اغسل فرش الانتريه، واحده واحده كده لحد ما ايه المناسبه بتاعتنا تيجي نكون احنا روقنا ايه جوه وبره، مدخل، سلم، شقه، مطبخ، كل حاجه زي ما انتم شايفين كده. ف وان شاء الله برضو ابقى ايه هصور لكم مره كده عند حماتي، نعمل روتين مع بعضنا كده. مش عارفه، انا ما بحبش يا جماعه كلمه حماتي دي. يا ريت اللي يتابعني يبقى عارف ان انا اصلا مامتي وبابايا ميتين، وحمايا وحماتي دول بقول عليهم ماما وبابا. بس بضطر في الفيديو ان انا اقول يعني حماتي وحماتي تبقوا عارفين ان هم اهل جوزي، بس هم صراحه ابويا انا وامي انا واهل انا لان انا الحمد لله، انا يعني الحمد لله على كل حال، انا ابويا وامي ميتين بس هم ابويا وامي ربنا عوضني بيهم. وصراحه ربنا يخليهم لي يا رب، معاملتهم ليا ربنا يديمها عليا نعمه، معاملتهم ليا حلوه، بيدعوا لي وكويسين معايا، وانا ما عايزش نفسي عليهم ولا صحتي، والكلمه الحلوه دايما بصوا في بقي، وهم كمان نفس النظام، بيدعوا لي واقفين في ظهري، وربنا يخليهم ليا، ما نحرمش منهم ابدا، بيشجعوني على اي حاجه. الدنيا كلها وقفت قصادي وانا بعمل القناه دي، هم الوحيدين اللي وقفوا جنبي. يا رب ما نحرم منهم ابدا. هنا برضو القياس ده كان عليه تراب، فقلت بقى ان انا اغسله كده برضو على السريع زي ما انتم شايفين كده بالميه، اصلا نضيف لوحده. بصوا انا المفروض ان انا كنت طبقته تطبيقه كده ايه، جيت اوقفه لقيته ان هو مش هيوقف، فقلت بقى لا افرده تاني وارجع بقى اطبقه ايه افرده. بصوا عمال بيقع مني، فاتضح ان هو لا عشان مش ملفوف كويس، فقلت ايه اطبقه كده تطبيقه حلوه، وابتدي اشطفه برضو على الواقف كده لو في اي ميه تنزل منه. تمام، طبعا بشيل اصفي جنبي على طول. انا بصفي جنبي ليه؟ عشان اي ميه تنزل منه ما هي رايحه على البلاعه. تمام. جبت بقى ديت ماشيه اللي قدام باب الشقه، دي اكتر حاجه عايزه تتغسل، وحاجه دي الوحيده اللي بصوا عايزه تتغسل كل يومين، ولو امكن كل يوم. بيقفوا عليها بالشوز، فهي اصلا بتتبهدل بسرعه، والتراب كمان اللي الهواء بيقوم بتراب بيجي عليها بيبهدل اي حد معدي اي حاجه في رجله وفي ايديه. لا صراحه يا جماعه الدواسه دي شايله بلاوي، انا عشان كده جايباها من النوع الرخيص. كنت ازعل عليها قوي لو من النوع الغالي بيقفوا عليها بالشوز كده، بتضايق، ما بحبش حاجتي تتبهدل. بصوا انا جايباها بقى تستحمل بهدله وتستحمل كمان غسيل، ما تدوبش في الغسيل. نطفت بقت زي الفل، طلعت طين بالبلاوي. وزي ما انتم شايفين برضو الشطف سهل ازاي. عايزه اقول لكم بقى المقشه او اللي هي الفرشه وانا بدعك كده كانت عماله تطلع معايا، عماله تطلع شعر من المشايه، بس مطلعه قد ايه، ومن السجاده اللي هو بتنضف صراحه، بتشيل اي وبر، بتشيل اي حاجه. عذرا بقى على الكحه دي يا جماعه، معلش انا طالعه من دور برد، عشان كده الدنيا متبهدله، انا اصلا ما اسيبش الدنيا عندي تتبهدل كده. زي ما انتم شايفين. اوعي بصي لو الفيديو ده شجعك 1% وحسيت ان انا فعلا تعبت فيه، لان انا تعبت في الفيديو بجد، حطي لي اللايك، وهتنسي تحطي اللايك، خليك شطوره كده زي ما بتتابع. بصي بقى، ما تتفرجيش على الفيديو بتاعي بقى لو انت بمزاج رايق كده، شوفي بتحبي تشربي ايه، نسكافيه، قهوه، كوبايه شاي، وتجيبي بقى المج بتاعك الجميل وتحطيه وتقعدي تتفرجي على الفيديو. لو وراكي شغلانه بقى حطي الموبايل كده وانت شغاله واتفرجي، هشجعك جامد يعني بجد. انا ما بسيبش حاجه لما بعملها، وما بدخلش مكان انضفه الا لما بشيل اللي فيه واخليه فله. فلو وراكي شغلانه حطي الموبايل جنبك بقى وانت بتغسلي شويه الهدوم ولا شويه المواعين، ولا وراكي شويه مسح ولا كنس، وتعالي بقى كده وانا اسليكي هشجعك. اسمعي الفيديو من هنا هتقومي تبقى عايزه تعملي كل اللي وراكي. وانت كمان ما تسيبيش اي حاجه وراكي، خليكي ست شطوره كده. لو ست بيت ما تخليش حاجه في بيتك وخليها زي الفل. لو بتشتغلي اوعي الشغل يخليكي تقصري. اي نعم الدنيا هتتبهدل حواليكي وهتتكركب، معلش مش مشكله، هنكمل وهنشتغل وهننظف، ومش هنخلي ايه حد يحس بتقصير ولا باي حاجه. هنبقى زي الفل ويقول بصوا شغاله ما شاء الله زي الفل. ما تقوليش بقى الدنيا مبهدله، الدنيا مكركبه، انا كل ما بنضف بتبهدل تاني، طب هعمل ايه؟ طب هتعملي ايه؟ هتسيبي الدنيا مبهدله؟ بصي هي الدنيا لما بتتبهدل واللي حواليكي بيشوفوها مبهدله، لما بتنضف بيحسوا بالفرق وبيحسوا بقيمتك. يعني اللي دخل عندي وشاف المدخل بالطريقه دي، ان كان من اهل البيت او من غريب، اكيد لما يشوف الفرق، يشوف النظيف ده، اكيد هيحس بالفرق. انا مامتي شافت المدخل ده وهو مش نظيف خالص، وبالكتير كام ساعه كده ان شاء الله لما النهار يطلع هتكون عندي بكره باذن الله، هتشوف اكيد انا متاكده ان هي هتعلق، لان هي علقت عليها مش نظيف. يا بنتي خلي بالك الدقيق، الدقيق يا بنتي لو الدنيا مطرت الشكاير دي هتتبل. طب ارفعها حتى على الفرن، قلت لها ما تقلقيش يا ماما انا هعمله وان شاء الله ايه، وبكره تشوفي.
اديك زي ما انت شايفه الفرق كان عامل ازاي في اول الفيديو، وهتشوفي الفرق عامل ازاي بعد الفيديو. استحاله تشوفه وما تعلقش. فبصي ما يهمكيش ان الدنيا متبهدله ولا اي حاجه بتتبهدل حواليكي، او مهما ان انت بتعمليه وبتنضفي برضو العيال بيبهدلوا، لا انا مش شغل ما بيخلصش، ده انا صحتي بتتبهدل، ده انا مش عارف ايه. لا، مش مشكله ايه يعني تتبهدل، قومي واعمليها تاني، ولما تعمليها هيحسوا بالفرق وهيحسوا بقيمتك في حياتهم. لان هم لو بيوسخوا وما بيلاقوش حد ينظف، لا هتبقى مشكله. ايه يعني لما يوسخوا يبهدلوا وننضفوا تاني؟ ايه يعني ايه المشكله؟ وايه يعني لما يجوا يلاقوا المكان متبهدل؟ يعني خلاص متنا؟ ما فيهاش مشكله، عادي. ادينا موجودين، ادينا عايشين وننضف، ايه يعني؟ ربنا يخلينا بس ننضف ويخليهم ويبهدلوا، عادي يعني. انا لو حد جه قال لي ايه ده منظر المدخل، ده مدخل بيت ينفع كده؟ بصوا الطرحه بتاعتي يا ولاد بقت عامله ازاي. كل ما ادخل ناحيه البلاعه كده في حته تحت السلم كده ايه واطيه، ما ينفعش اقف فيها، لازم اتخبط في دماغي. فمن كتر الخبطات الطرحه بقت عامله ازاي. خبطت في دماغي خبطتين ثلاثه يعني. في واحده ظريفه بقى تيجي تقول لك ده مدخل، منظر مدخل بيت، ده ايه القرف ده؟ انت سايبه الدنيا تتبهدل كده ليه؟ انت مش عارفه ايه. ايه، ما عندكيش ظروف؟ ما فيش حاجه عندك بتتبهدل؟ ما بيحصلش اي مشكله؟ بتتعبيش؟ ما بتنشغليش؟ ما فيش حاجه عندك بتتبهدل ابدا ولا بتبوظ؟ ايه المشكله؟ يقول لك لا، اللي يبوظ يبوظ يبقى في المداري جوه، ما يبقاش في المدخل. لا، انا ما عنديش حاجه في شقتي تتبهدل جوه، اسيب جوه متبهدل اللي بناكل فيه وبنشرب فيه وبنقعد فيه واسيبه يتبهدل واجري انضف جوه انضف بره؟ طب ما انضف جوه وبره، ايه المشكله؟ مفيش حاجه اسمها انضف بره واسيب جوه. ويقول لك البيت بيبان من عنوانه، مفيش حاجه اسمها كده. يبان من عنوانه ونضف بره ونضف جوه، ما نضفش بره واسيب جوه. تمام. فخليكي دايما نظيفه، وخلي بيتك يدل عليكي كده، يبقى عنوان فعلا، ويبقى ايه، بصي حاولي على قد ما تقدري المكان كله يكون حواليكي زي الفل. بصوا بقى يا ولاد، انا كنت مخزنه شويه التوم دول، شويه بصل، شويه البصل الصغيرين دول اللي بقوا يعني من البصل، انا بسحب منه اول باول بحط في التربو. التوم بقى مش عايزه احطه كده بالشرش بتاعه زي ما انتم شايفين كده، هو خلاص نشف يعني، مبقاش محتاج انه يفضل بيه. لما يكون طري ويفضل بيه بيبقى كويس. لكن لما تشيليه يعني منه وهو طري، تشيل الراس من الشرش التوم ده بيبوظ يعني، بيقول لك ان هو بيبوظ. بيطرى يعني. تمام. انا بقى ايه، قلت خلاص ان هو كده خلاص التوم نشف، ما بقاش محتاج. انا ممكن ادخله كمان التربو، مش هينفع يدخل بالمنظر ده يعني، او حتى لو اخزنه تاني عينه في المدخل يعني جوه، مش هينفع يبقى كده. لا ينفع يدخل المطبخ ولا المدخل بالطريقه دي، فقلت اقشره. زي ما انتم شايفين كده، انا برضو اللي بتابع فيديوهاتي ان انا لو بجيب بصل او توم او اي حاجه في التربو بنضفها قبل ما تدخل الشقه، يا اما ايه بنضفها كده وانا قاعده في المطبخ والم الدنيا وانضف ورايا، لان ما ينفعش ان انا احطه بالمنظر ده في التربو يعمل ايه كل الكركبه اللي انتم شايفينها دي. تمام. فرحت جايه بقى ايه منضفه كده حواليا، وشلت برضو في هناك حاجات اهي الناحيه التانيه دي برضو هشيلها واشوف اللي انا محتاجاه منها. ابتديت ان انا ايه لميت كل الزباله بتاعت المدخل في الشكاره دي، اي حاجه مش محتاجاها كنت برميها. هنا خلاص شلت المرايات والحاجات اللي انا محتاجاها حطيتها الناحيه التانية، لسه هصورها معاكم برضو. وابتديت ان انا اكنس للشقه اللي قصادي كده الكركبه اللي انا عملتها والبهدله، لان احنا مبهدلين الصراحه يوم هنضف ومنضفين الشقه وزي الفل. هو صحيح مش ساكنين فيها فساعات ممكن تتبهدل شويه، لكن طبعا انا اللي كنت مبهدله في اليوم ده من كتر ما عماله اكنس بقى واجيب تراب وبهدل، فبهدلتها لهم الصراحه. فقلت بقى انا احاول انضف ورايا كده عشان ما نبهدلش الدنيا. بصوا هنا عملت يعني حاجه ما ينفعش اصلا تتعمل. ان انا نضفت السلم بميه قبل ما اكنس. المفروض ان انا اكنس الاول، بعد كده امسح بقى لو عليه تراب او عليه طينه او كده. انا طبعا لما جيت بقى اكنس التراب جه عليه طينه على الميه دي، فبقى نايل الدنيا. خصوصا ان انا رشيت السلم كمان ميه، وكان في ميه قدام بالشقه فسحبتها نايلت الدنيا. بصوا بقى انا جايبه شويه الميه دول، قلت احط فيهم شويه ملح، كيس الملح اهو جنب الميه زي ما انتم شايفين كده، حطيت شويه ميه وملح وبرش بيهم قدام باب الشقه والسلم وعند البوابه كده والسلم اللي طالع فوقيه. يعني حاجه كده تدي طاقه ايجابيه برضو، تشيل العين بقى لو في عين او في حاجه. يعني هو مش حته ان انت مؤمنه بالكلام ده ولا مش مؤمنه. العين حق يا جماعه، والحسد مذكور في القران، من شر حاسد اذا حسد. والرسول عليه الصلاه والسلام قال العين تدخل الجمل القدر، يعني يدخل يتسلق يعني يتذبح ويتاكل، وتدخل الرجل القبر، ممكن تموت اي حد وتكون سبب في موته. فاحنا برضو لازم نعمل احتياطاتنا. وفي نفس الوقت بيقولوا ان الملح بيعمل طاقه ايجابيه وبيشيل الطاقه السلبيه وكده. فقلت ده يوم جمعه بقى، وانا المفروض ان يوم جمعه ده بيبقى فيه ملح بقى، وترشي ملح على السلم كده او حوالين الشقه بتاع وميه بملح تمسحي بيها وتبخري ساعه الصلاه. قلت اعمل لكم كده يوم روتين يوم جمعه جميل كده. بس انا عاملاه بقى في المدخل عشان الصراحه اكتر حاجه مبهدله عندي. قمت بقى كده فطرت الولاد طبعا قاعدين في المدرسه بقى يوم جمعه. شويه لبن بقى حلوين والاكل اللي هم عايزينه يفطروه، فطرتهم وظبطتهم. باباهم بقى راح عشان يصلي الجمعه. ابتديت ان انا بقى
اشوف ان انا هعمل ايه اللي ورايا هعمله. ابتديت اشوف زي ما انتم شايفين كده، يعني اللي هو ايه، يخرج من البيت بشكل يجي يلاقيه شكل تاني، اللي هو يتخض. فجه اللي هو صراحة هو جه وانا بقى كنت بغسل في الدواسة اللي هي الايه الاخرانية دي. ففضلت بقى اقول له الله، ده الغسيل في المدخل السجاد احسن من جوه، انا مش هغسل الا هنا تاني. وقال لي ما تغسلي مطرح ما انت عايزه. قلت له ده المدخل جميل، انا حبيته واسع، وفي نفس الوقت ايه، الميه بتروح لوحدها عند البلاعه، وبقيت فرحانه كده. هنا بقى ابتديت ان انا ارجع كل حاجه مكانها. حطيت المرايه اللي هناك ديت كده مكانها، وشنطه السوق وحطيت المنخل ده جوه الفرن، وشلت شنطه السوق والانبوبه وكل حاجه مكانها. حطيت المفرش ده بقى كده مؤقت كده، ان انا احط الدقيق مكانه هنا على الفرن، عشان لو الدنيا مطرت ولما احتاجه هنزله طبعا من على الفرن، واتاخر كل حاجه بعيد عن الفرن لانه هيكون سخن. طبعا رجعت كل حاجه مكانها ونضفته زي ما شفتوا كده، السلم زي الفل والمدخل بقى 100 100. ما تنسيش لو عجبك الفيديو حطي اللايك، ولو مش مشتركه في القناه تشتركي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد على خير باذن الله. مع الف سلامه، باي باي.